هو احنا لا، فراعنه احنا فراعنه ولا مصريين قدماء؟ ما ايه، شوف دلوقتي انا مش فاهم الناس اللي قلت احنا مش فراعنه على اساس ايه؟ ان كان احنا في فرعون واحد لا اطلاقا، ولقب باسمه اطلاقا، اذهبا الى ده فرعون. ده كلام مش صح. امم اقرا ما كتبه العظماء، عبد العزيز صالح، رمضان عبده، كل علماء الاثار كاتبين كتب بيقول لك حاجه. انت زمان في القسطنطينيه لما كنت بتعلن اعلان عمرك قلت الملك الفلاني اعلن كذا؟ بتقول الباب العالي اعلن، صح؟ تمام. بتقول البيت الابيض اعلن. ايوه. الملك في العصر الدولة الحديثة كان بيعيش في قصر اسمه برعا، بمعنى القصر العظيم. تمام. حرف البرعا بالعبري بقت فرعو. في اللغة العربية أضاف النون بقت فرعون، أي الملك الذي يعيش داخل القصر، وبالتالي لم يكن اسم أبدا. والكلام كله ده تكهنات، احنا بنتكلم على الحقائق العلمية اللي قدامنا. لأن عندك الخراطيش مكتوب فيها جوه اسم الملك وقبليه برعا. طب ازاي؟ لو برعا اسم الفرعون ما كانتش اتكتبت. فإذا لما تقول برضو علينا محمد صلاح الفرعون المصري حاجة جميلة. هم الفراعنة كانوا كفار؟ احنا المصري القديم بالعكس، المصري القديم كان كافر غير موحد. ما ينفعش، لأن انت هذه الحضارة قبل الأديان. نعم. وبالتالي مصر هي الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عرفت التوحيد. وبالتالي احنا من 3000 سنة احنا المصريين اللي وحدنا الأديان كلها، وقلنا ان هناك إله واحد لا شريك له. جدودنا. هذا الإله جدودنا، هذا الإله موجود خلف قرص الشمس واسمه آتون. أعانك الله على قدماء المصريين.